عمرك سألت نفسك ليه لما تبقى مكتئب بتروح تسمع أغنية اسمها محدش حاسس بيا؟ ليه لما تسيب اللي بتحبه تفتح موبايلك وتدور على أغاني فراق ووجع حزينة تموت البني آدم؟ ليه مش بتسمع حاجة تفرح؟ ليه ما بتروحش تتفرج على فيلم أكشن أو فيلم كوميدي مثلا؟ لا يا معلم، تروح على فيلم اسمه ماتت في حضنه وهو بيعيط ويكتب لها جوابات، وتمسك مناديلك وتعيش. اللي أغرب بقى إنك بتستمتع بالحزن، يعني مش بس متضايق، ده بتدي للحزن كراسي أول صف وبيبسي وسنيكرز كمان، كأنك بتقوله اتفضل يا عم الحزن، احنا النهاردة عايزين نتألم براحتنا. طب ليه؟ هو احنا بنحب نتعذب ولا في حاجة غلط في دماغنا؟ العلم بيقولك لا، دماغك مش بايظة، بالعكس، في ظاهرة نفسية اسمها المتعة التراجيدية. يعني ايه؟ يعني دماغك بتحب تعيش تجربة حزينة من غير ما تكون انت فعلا في خطر او وجع حقيقي. زي فيلم حزين يخليك تعيط، بس تخلص الفيلم وتحس انك خفيت، دموعك بتنضفك زي دش نفسي. الناس فاكرة ان الحزن حاجة وحشة، بس في الحقيقة الحزن ليه فوايد غريبة، بيرجعك لذكريات كنت نسيها، بيخليك تفكر في نفسك، بيخليك تحس انك مش لوحدك. يعني لما تسمع اغنية حد بيعيط فيها تحس ان في حد حاسس بيك. وفي تفسير تاني اسمه تنفيس المشاعر، يعني لما تكون مكبوت مش عايز تحكي لحد، بس اول ما تسمع لحد بيحكي عن وجعك تحس ان في حاجة اتفجرت جواك، وتقوم قافل النور وحاطط السماعة وتعيط وتقول انا كويس بس بفرغ شوية مشاعر. بس خليك واعي، في فرق بين انك تفرغ وانك تدمن الحزن. في ناس بتتعود على النكد، لو اليوم عدى من غير دموع او ذكريات سامة يحسوا انهم مش طبيعيين. ده اسمه الادمان العاطفي للحزن، وده خطر لانك بتفضل عايش في الماضي راكن على جنب، والحياة ماشية من غيرك. طب نعمل ايه؟ مش بنقول ما تحزنش، بس خليك عارف امتى تبطل. اسمع اغنية، عيط، فكر، بس بعدها قوم، ما تعيش في النكد. وبعدين تفتكر ليه دماغك بتحب تعيد وتشغل نفس الأغنية 30 مرة؟ لأنها بتحاول تفهم اللي حصل، بتحلل الوجع، بتدور على معنى. بس لو فضلت كده دماغك هتدمن اللفة، زي العربية اللي عمالة تلف في الدائري ومش عارفة تخرج. اللي بيحبوا يسمعوا أغاني حزينة مش ضعاف، دول غالبا حساسين، عندهم وعي عاطفي عالي، بس محتاجين حدود، لأن الحزن لو سبته بياكلك وبيحولك من إنسان لطيف لكائن بيسمع أنا مش أنا الساعة 4 الفجر وهو بيبص للسقف. فيديو النهاردة مش بيقولك ما تحزنش، لا، بس بيقولك خليك واعي بالحزن، استخدمه، ما تخليهوش هو اللي يستخدمك. والحاجة اللي بتحبها في الحزن حولها لإبداع، لفن، لفهم أعمق لنفسك. في النهاية لو كنت من الناس اللي بتستمتع بالحزن ما تحسش إنك غريب، بس اسأل نفسك، أنا بستخدم الحزن عشان أشفى
ولا بستخبى وراه عشان أهرب من الواقع؟ وبالمناسبة احكيلي في الكومنتات ايه اكتر اغنية حزينة بتسمعها لما تكون مكتئب، وايه فيلم وجع قلبك بس ما قدرتش تبطل تتفرج عليه. مستنية اسمع منكم.